مسلسل معاوية، المسلسل اللي أثار الجدل قبل ما ينعرض وطالبوا بإيقافه كتير. بيروي العمل أحداث تاريخية بالقرن السابع عن قصة معاوية بن أبي سفيان ضمن إطار درامي تاريخي، فبيتناول المسلسل أحداث الفتنة الكبرى وهي فترة ما بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان. المسلسل من إخراج طارق العريان، تأليف خالد صلاح. أما طاقم العمل فبيتألف من لجين إسماعيل، أسماء جلال، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميل الشيحي، وائل شرف. أنا مثل البسينة بسبع أرواح، كذابة، مافيوزية، وزيد عليهم أي صفة بتلاقيها بشعب، كلهم مزبوطين وبيلبقوا لي. مسلسل للموت الجزء الثالث، فبعد نجاح الموسم الأول والثاني بيرجع المسلسل من جديد بالموسم الثالث وبأحداث مشوقة بينتظرها الجمهور بحماس. المسلسل من بطولة ماجي بوغصن، دانييلا رحمة، ورح يضم عدد كبير من الممثلين التونسيين. يعيشكم من تونس. تعلمت تونسية؟ عالسلامة يا حمامة. والمسلسل رح يكون مختلف هالمرة، من إخراج فيليب أسمر، تأليف نادين جابر. مين كان بيصدق إنه قلنا سنة مع بعض؟ غيرتي لي فيها حياتي، عملتي لي إنسان جديد. مسلسل وأخيرا بيحكي عن قصة حب معقدة بين رجل وامرأة. أخيرا بيجتمع قصي خولي ونادين نجيم مرة تانية. بتعرفي إنك حلوة كتير. مسلسل ذهب أيلول، أعلنت مجموعة المركز العربي الإعلانية عن الانتهاء من عمليات مونتاج حلقات مسلسل ذهب أيلول، ورح يكون العمل بطابع درامي شيق وجريء. فبيقدم المسلسل حكايات واقعية عبر شخصيات أردنية وعربية بتجسد معاناة البشر بأوقات اللجوء. المسلسل من بطولة نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب وتأليف مجموعة من الكتاب. بس تعدى من العين، بدنا نقطع الكهرباء عن الحارة. مسلسل النار بالنار، بيحكي المسلسل عن العنصرية وعدد من المشاكل الاجتماعية بين السوريين واللبنانيين. أبطال العمل من سوريا عابد فهد، كاريس بشار، ومن لبنان طوني عيسى وزينة مكي. المسلسل إخراج محمد عبد العزيز، تأليف رامي كوسا. مسلسل ليلة السقوط، بتدور أحداث المسلسل بين سنة 2014 وال 2017 خلال أحداث الموصل قبل سنوات احتلالها من قبل تنظيم داعش. المسلسل من بطولة باسم ياخور، سيبا مبارك، كندا حنا، ميلاد يوسف، وعدد من الممثلين العراقيين. إخراج ناجي طعمة، تأليف مجدي صابر. شكرا لاستماعكم، لا تنسوا تكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات وتحكوا لنا شو المسلسل اللي متشوقين لتشوفوه وناطرين تعرفوا شو الأحداث اللي رح تصير فيه. تبقوا بخير.